صاحب المحل بيخسر. صلوا على سيدنا النبي. النهارده بنقدم لكم محل عكوة، اشهر مصمت في امبابة عند نفق المنيرة، شارع امبابة الرياضي. 7 سنين بيفرحوا اهل امبابة، وعروض طول الوقت. عندهم رغيف بيكفي 2 ب30 جنيه بس. هم اصلا جزارين اساسا، عندهم محلات لتوريد فواكه اللحوم. هم الايد الاولى، اولاد الحاج سعد عبد القادر، وولاده كمان شغالين هناك ماسكين المحلات. الشغل كله بلدي، عندهم كفتة، ممبار، طحال ولحمة راس وسجق بلدي، وكل اللي نفسك فيه عند عكوة تلاقيه. تعال سمعكوا الحكاية، ما تنسوش تصلوا على النبي. بصراحة المحل بتاع الحاج محمد عاطف شغله كله بلدي، واحنا لو الرغيف بناخده من الحاج محمد عاطف ب 30 جنيه ووصل عند الحاج محمد عاطف 200 جنيه 250 جنيه، احنا مضحيين مع الحاج محمد عاطف عشان شغله كله بلدي 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 بلدي، والبلدي يوكل، ومش اي مصمد يشغل بلدي، كله بيدخل في كفته لحمه مستورده. محمد عاطف لحمه بلدي بلدي بلدي، فشه بلدي بلدي بلدي، طحال بلدي بلدي بلدي. واحنا بنقول الكلام ده من قلبنا، وبنضيع في محلنا ومحل الحاج محمد عاطف عشان احنا بناكل لقمه نظيفه. انا بحب اكل عكوة عشان الجودة بتاعته كويسة والسعر كويس وكل حاجة فيه كويسة، وبحب اكل من عنده كفتة وممبار وكل حاجة عنده كويسة. كل بار بالصلاة على النبي. بأمانة يا عم الحاج، أمانة أمانة هنا وفي البيت، الأمانة هنا وفي البيت والله. يعني احنا معانا الأمانة. حاجه بتطلب مننا مخصوص يعني. ربنا يصلح الحال يا رب. ده عرض مذيع الحارة ب 100 جنيه بس لمدة أسبوع، وخليكم فاكرين أول ما الفيديو يظهر قدامك ده عرض ب 100 جنيه. طبق مشكل لحوم، لحمة راس ولسان وكفتة وسجق وممبار، ده غير الفشة. ده طبق فتة معمول بالصلصة المتسبكة حلوة قوي ومسقية بشوربة كمان الكوارع. دي سلطة الطحينة، ودي سلطة قوطة، ودي شوربة كوارع مليانه لحمه زي ما انتم شايفين. لحم الكوارع اهو قدامكم، ومعاه العيش بتاعه. العرض ده كله ب 100 جنيه بس لمده اسبوع. صاحب المحل بيخسر، صاحب المحل بيخسر، خليكم فاكرين. ده ما ينفعش يتعمل ب 100 جنيه بس، ده عرض لمذيع الحاره.